السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا باردة ياسر ولازمتنا حويجة تدفينا و... ولا عاد نافع فيها كسكسي ولا عاد نافع مقرونة ولا عاد نافع حتى شيء. اليوم باش نجيب لكم وصفة اقتصادية مدفئة ومشبعة وسريعة في نفس الوقت. طيبوها في مدنين وهي شبيهة للبلابي معشوق التوانسة الكل. والطريقة على بساطتها لو كانت طبقوها كما في الفيديو بالضبط نأكد لكم ان اللي باش يحط المغرفة معاش ينجم يفك روحها منها جملة. بنا عالمية. ودكم من شهيكم وتابعوني. المكونات بسيطة، حويجات نستعملوها في طيابنا اليومي. خذيت بصل وثوم فلفل أحمر كمون. الكمون ديما ناخذ كعب ونرحي وحدي. وزيت ليم فلفل أحمر أخضر قرون. والتوابل اللي هو ملح وشوية بزار وإلا تابل وكروية وشوية كركم والزيت. معناتها حويجات اللي نطيبوا بها كل يوم، ماهيش حاجة معناتها فماش حاجة زايدة. وباش ناخذوا كعيبة ليم كما قاعدين تشوفوا. سموا بسم الله ونتوكلوا. خذيت كاس زيت. كمية الزيت لازم تكون باهية ماشي شوية خاطر من بعد باش تتفرج على الصحافي. وباش ناخذ راس بصل باش نقصه جويد. لازم يكون بصل جويد ما حشناش بيه كبير. تحبوا تقلوهم والا طيبوا على البارد كما عملت اني. ديجا شعلت الغاز وحطيت كما قلت لكم زيت والبصل. وباش نحط مغرفتين طماطم كبار معبيات ومعاهم مغرفة كبيرة فلفل أحمر معجون. سينو اعملوا الفلفل العادي. أنا عندي فلفل معجون وانتم اعملوا الفلفل اللي تحبوا عليه. المهم يكون محرحر مش فلفل بارد. باش ناخذ البزار والا تابل كروية ومعاه الكركم ومعاه الملح ونمرقوهم بشوية ماء ونخلوهم يتكتكوا شوية يشكشكوا او يتقلوا وكو. الفحات باش تتخلط مع بعضها وتسيب ريحتها والبنة متاعها. سينو نحطوا كل شيء على البارد ونمرقوا بالماء عادي معناتها ما يجيش بركة هكا أبن. واللي معناتها ما عندهاش الوقت يحط كل شيء على البارد يعبي الماء بتاعه ويحط الفحات الكل على البارد. تويكا باش نمرقها بالماء باش نعبي الكسرونة متاعي معناتها فوق الشطر. حشنا بكونتيتي متاع الماء تكون بزايد شوية. ونغطوها نخلوها تغلي. ما تاخذش برشا وقت بالنسبة للغلوة. الطون اللي نمشي نحضر فيه بقية المكونات ثومي والفلفلي والحاجات الأخرى ما ياخذش برشا وقت راهو في ساعة في ساعة. هذه وصفة سريعة وكما قلت لكم اقتصادية ومدفئة وما شاء الله معناتها البنة فيها دنيا كبيرة. هكا هو يبدأ يغلى ونغطيه ونخليه ياخذ فورة ولا زوز. وكما قلت لكم نمشي نحضر بقية المكونات. هذا كمون رحيته. ديما نقول لكم الكمون ارحوا بالوقت راهو طعمته مش كيما الكمون اللي مشري حاضر. باش ناخذ الاشوار وباش نحط شويه الثوم حطيت تقريبا راسين كبار ثوم. وهكا الجرينات الفلفل الاخضر زاد كيف كيف باش نقصهم ونحطهم في الاشوار جرينين مش برشا. وعندي شويه الهروس فلفل احمر هروس اللي عندك. مهم حاجات اللي فيها الفلفل هذا الحار تاع الشتي حطي. المهم انا عندي شويه هروس وعندي كما قلت لكم فلفل اخضر والثومه ورحيتهم. وباش تسحق زاد شويه هريسه عربي والكمون. هذه الهريسه العربي وهذا الكمون. وبعدين باش نزيدوا الليم ولكم معناتها ان تتخيلوا الطعم. كمون وهريسه وثومه وهروس وليم ما شاء الله معناتها حاجات متاع الشتاء. هذه الثريد متاعنا يغلي تويكا في الاخر تو صي مع التحليف في الدقائق الاخيره. تو باش نحطوا الثومه اللي رحيناها هي والهروس والفلفل الاخضر. باش نحطوا عليها الهريسه العربي. نحطوا عليها زاده كيف كيف الكمون. ونعملوا طول عصرة ليم. خذينا هيك كعبة الليم
عصرناهم زي كيف كيف نصين، ونطفوا النار معناتها ما نستنوش حتى شي يغلي ولا هذوما نحطوهم في دقيقة 90 ونخلطوهم وسي الثريد متاعنا حاضر. ما شاء الله معناتها حاجات متاع شتي متاع واحد مستبرد متاع برد. الحصيلو حطوا ثومكم وهريستكم كمونكم والليم واطفوا، ما تخليهمش يغلوا معناتها سي حطوهم وطفوا الغاز. وذوقوا كان ناقص ليم زيدوا، كان ناقص كمون كيف كيف زيدوني حطيتهم غرفة كبيرة معبية وراني زدت، وكان ناقص زاد هريسة حطوا. الثريد هذايا يجي حار، يجي ريتو مطعمة كيما مطعم الحوتي يولي، وما بين حرارة وما بين كمون ما شاء الله، وتطعموا الهريسة تطعموا فيه كل شيء. المهم يلزم يكون معناتها ماهوش عاقد كيما تشبحوا فيه هنا وانا جاري، ولكن ما المكونات اللي في وسطها لازم تكون بارزة واضحة، فهمتوا؟ ورد بالكم تغلوها باش ما تفقدش باش نحافظوا عليها مازالت حية. وكاو نمشوا للطف هنا غادي صيي، ونمشوا للخبز. عندنا الخبز البيت، ميسالش حتى كل مرة معناتها كي نعملوها الوجبة هذه حتى الخبز اللي عندنا كلنا نتخلصوا منه. برشا ناس تطيش في الخبز، ولكن في الشتاء والله راهي من الوصفات معناتها اللي تنجموا تستغلوها وحصيلوا. لحد الآن الوصفة متاعنا صي مكتملة حتى بدون إضافات، الوصفة كاملة معناتها نجموا ناكلوها هكاكا، ولكن احنا تو باش نزيدوا عليها كعيبات عظام كيما اللبلابي بالضبط. خليت كسرونة ماء، خليت الماء حتى القريب باش يغلى سيء، عمل لك الفقاعات وبيبدا باش يغلى، واني نطفي ونحط كعيبات العظام ونغطي عليهم، خليهم في الماء حتى اللي يبرد عليهم هكا الماء، ونبدو نسقوا في الثريد متاعنا. على فكرة الثريد ما ندريش في البلايص الاخرى معناتها في الجمهورية يطيبوا فيه ما يطيبوش، ولكن اللي نعرفه في مدين هذايا معناتها وصفة من الوصفات القديمة. نعرف زاد في جربة كيف كيف جربة تقريبا يديروه باللحم ويديروا فيه في العروسات، والله أعلم عاد حسب معلوماتي هكا. المهم هذا خليط الخبز كيما اللبلابي خبز بيت، قصيته شويات، عبيت قصعة هكا كبيرة، وبالعادة رانا ناكلو في قصعة واحدة الكل، نحطو هكا صحفة كبيرة ونسقوها. لكن اني كل مرة يدخل حد معناتها اللي يخدم واللي مازال يقرا واللي المهم هذو مع عظماتي كيما قاعدين تشوفوا فيهم، العظيمات اللي حطيتهم في الماء السخون وطفيت عليهم وخليت الماء برد عليهم. شوفوا ما شاء الله كيفاش هبطوا بكل سهولة معناتها، لا طابوا بزايد لا قعدوا نيين لا حتى شيء. حطيت عليهم زاد كيف كيف الهريسة العربي من فوق، وحطيت عليهم الكمون، وحطيت عليهم رشة ملح، وقصيت شوية. عندي شوية فاريانت، عندي شوية شو اسمها يا ربي، عندي كيس فنارية فاريانت ومعاهم شوية لفت. المهم قصيتهم كل ترشيكة قصيتهم شويات، وقصيت معاهم شوية بصل، وعملت رشة من كما قلت لكم السفنارية من الفاريانت، ورشة من هاك البصل، ورشة معدنوس، وترانشات ليم، وشوية زيتون من فوق، وشوية برا عبيد. أي الحصيل ونودكم مشاهيكم. هذوما إضافات معناتها مش ملزومين علينا برشا. الأصل الأولاني كما قلت لكم أن نسقوا هكا الخبز بالسقام تاع الثريد، ونحطوا عليه رشة يا ربي كمون، رشة باهية، ونحطوا عليه الهريسة العربي وشو آخر وكهو هريسة عربي والليم هذاك الأصلي، فهمتي؟ وانتم عاد زيدوا هنا عظيمات. أنا بالنسبة لي زدت عظيمات وزدت هريسة وزدت معناتها حويجة اللي تطلع عليه، ونودكم مشاهيكم. هذه صحفة الثريد متاعنا كيما نطيبوها في مدنين. نودكم مشاهيكم مرة أخرى، راهي طعمتها تهبل وشبيهة جدا باللبلابي التونسي، ومش عارفة ايش بنقول لكم آخر معناتها بالحق معناتها جربوا باش تعرفوا الطعم. الحصيل اللي نقولكم عليه يجي حار، يجي سخون، يجي مسحسح كيما اللبلابي معناتها تسقوا ولا يشرب. والكمون راهو يبان لنا ياسر من فوق معناتها حتى كي تبداو تاكلوا مغرفة الهريسة وهكا الكمون يزيدوا يبانوا حاطين احنا في وسطه، ولكن يلزم من فوق باقي كمون وهريسة وهكا. هذه صحيفة أخرى عظيمات ريباتك تشوفوا فيهم ما شاء الله. نحط شوية هيك من الدهان زادة من فوق. وهذه صحيفة
معناتها متاع أكثر من بتاع زوز ولا ثلاثة من ناسي، هم أنا وبنوتاتي هذي سقيتهم بالباهي بالباهي وشيختها عاد بكل كما قلت لكم. هذا الثريد متاعنا. نودكم مشاهيكم ومثال اسمه جربوه وشوفوا الطعم. كما قلت لكم هكا الخبز البيت استغلوه وبإذن الله معناتها على بساطة تو تشوفوا الفرق. هكا هو نودكم مشاهيكم. شكرا لكم على المتابعة، لايك وسبسكرايب للقناة. دمتم في حفظ الله. المهم كملوا الفيديو للأخير باش تشوفوا النتيجة النهائية.